يا رجاله، هو في ايه؟ هو احنا داخلين حرب؟ يا جماعه اللي انتوا جايبينه ده احنا بنتحايل على الخطيب بقالنا شهرين ثلاثه علشان يجيب لنا صفقات من اللي انتوا جايبينها وحاطينها في الدولاب عندكم دول. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا وسلم على يشوع فيا وفيك، وما تنساش ابدا ابدا الدعاء لاخواتنا اللي موجودين في فلسطين. ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم عن قريب ان شاء الله، عاجل غير اجل. ومحتوى حلقه النهارده صفقات الوداد الناريه جدا. 16 صفقه عملها الوداد في الميركاتو الصيفي السنه دي. هو الميركاتو يعتبر الاقوى تاريخيا بالنسبه للوداد البيضاوي المغربي على مر العصور. النادي الاهلي ضاع منه زين الدين بالعيد، وضاع منه محمد علي بن رمضان، ولحد دلوقتي بنفاصل في جناح وبنفاصل في مهاجم ومش عارفين نجيبهم كمان. لحد امتى هنفضل كده؟ لحد فين هنفضل بالمنظر ده؟ الناس دي بتجهز لبطولة كاس العالم 2025 وهم مش داخلين بطولة الانتر كونتيننتال اللي هتتلعب خلال شهرين من دلوقتي. بالاضافة كمان ان هم مش متواجدين في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي، ومع ذلك بيجهزوا لعيبة عتاولة. اللعيبة اللي بتلعب في الميلان، واللي كان بيلعب مش عارف فين في اوروبا، واللي كان بيلعب في كندا، واللي كان بيلعب في امريكا الجنوبية، ولعيبة ممتازة لحد كبير. لو اللي يغيظك كمان ان المراكز اللي انت عايز فيها لعيبه دي انت اصلا مطلع منها لعيبه من السكواد الاساسي اللي عندك. يعني انت محتاج جناح فطلعت عبد القادر وما جبتش جناح، محتاج مهاجم فانت بقالك سنتين بتدور على مهاجم وجبت وسام ابو علي، ودلوقتي اصبح وسام ابو علي بجانب المحلي محمود عبد المنعم كهربا فقط لا غير. ودلوقتي بتدور على لاعب وسط يكون بديل لصفقه محمد علي بن رمضان اللي يا رب ما تكون باظت، علشان يعوض رحيل اليو ديانج للدوري السعودي. فانت لا جبت مهاجم ولا جبت جناح ولا جبت لاعب وسط. لا معلش احنا جبنا لاعب وسط يا جماعه، اللي هو عمر الساعي، واللي هو لاعب محلي واللي ما عندوش اي خبرات افريقيه ولا عنده اي خبرات دوليه. هو فقط لاعب كان موجود في النادي الاسماعيلي، له كل الاحترام والتقدير وان شاء الله يقدر يبهرنا. ولكن عزيزي المشاهد احب اقول لك ان الوداد عمل صفقات كلها فرقعه، بدايه طبعا بالمدير الفني السابق لفريق سان داونز الجنوب افريقي موكوينا، اللي قدر ان هو يجيب بطوله السوبر الافريقي من عينين الوداد في مباراه العوده في جنوب افريقيا. وتعتبر البطوله الافريقيه لنادي سان داونز من زمن بعيد قوي، يمكن من 2016، من ساعه ما نادي سان داونز فاز في النهائي على نادي الزمالك المصري بنتيجه 3-1 ذهابا ايابا. واللي قدر في نفس النسخه من بطوله دوري السوبر الافريقي ان هو يخرج النادي الاهلي من نص النهائي بنتيجه 1-0 ذهابا ايابا. ولكن المدرب ده بيعاني من حته صعبه قوي، وهي عدم قدرته على مواجهه التكدسات اللي بتبقى موجوده في الفريق المنافس، وده هو سبب خروجه امام فريق الترجي من نص نهائي دوري ابطال افريقيا للموسم السابق. والنقطه الثانيه اللي وحشه عنده وتعتبر قليله قوي، انه مش ذكي في التصريحات بتاعته على الاطلاق زي جدي موسيماني. ثاني صفقه مدويه بقى عملها نادي الوداد في الميركاتو الصيف الحالي، وهو عقد لمده موسم واحد مع السنغالي امباي نيانج. امباي نيانج نجم نادي الميلان السابق ولاعب نادي امبولي في اخر فتراته في الكوره. يعني هو كان متواجد مع نادي امبولي الايطالي في اخر فتراته في الكوره في شهر يناير اللي فات، ودلوقتي هو عمل توقيع بعقد لمده موسم واحد قابل للتجديد مع نادي الوداد البيضاوي المغربي لاستعاده مستواه. امباي نيانج بيلعب في 3 مراكز هجوميه، وينج يمين وينج شمال مهاجم. واي نعم هو الفتره الاخرانيه في فتراته الكرويه مع نادي امبولي ما كانش بالمستوى اللي قد كده، حيث ان هو لعب 14 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدف وحيد. ولكن عزيزي المشاهد هو لاعب صغير في السن عنده 29 سنة، واعتقد تجربة الوداد المغربي هتفيده بشكل كبير جدا في مستقبله الكروي واستعادة مستواه اللي قل بشكل كبير جدا الفترة الأخيرة. أما الصفقة الثالثة المدوية جدا، وهو اللاعب ليفت وينج العالمي اللي هو أساسا متخرج من اللمسايا بتاعة برشلونة، واللي هي بتطلع أحسن صناعة من اللاعبين في العالم وتعتبر أفضل الناشئين على مستوى العالم، هو اللاعب زكريا غيلان. زكريا غيلان اللي كان بيلعب في ناشئين نادي برشلونة، وبعد كده اتجه لأحد الأندية اللي موجودة في الدرجة الثالثة في أسبانيا، ولكن تجربته ما كانتش
كانتش موفقه بشكل كبير جدا، لكن هو لاعب صغير في السن، عنده 22 سنه وقدامه مستقبل كبير جدا. لاعب عالي المستوى، لاعب صغير صفروت كده بيتحرك في الملعب، وهيقدر بشكل كبير جدا، وانا متاكد من ده ان هو يفيد فريق زي الوداد المغربي، واعتقد هيتطور من خبراته بشكل كبير جدا جوه نادي الوداد، لان اساسا البطوله المغربيه بطوله بتبقى قويه جدا من حيث الدوري ومن حيث الكاس، وزي ما قلت لك قبل كده انا متاكد ان لاعب زي ده هينفجر مع الوداد. اما الصفقه الرابعه بقى وهي اللي تعتبر مدويه جدا، وهي كاسيوس مايلولا، نجم نادي سان داونز السابق ونجم نادي تورنتو الحالي، واللي حصل على عقد اعاره مع نادي الوداد لمده موسم واحد. كاسيوس مايلولا ابن البافانا بافانا، وهو لاعب صغير في السن، واتقدم مع نادي فريق سان داونز بالصدفه البحته، لان اللاعب الاساسي او المهاجم الاساسي اللي موجود في فريق سان داونز اللي اسمه تشالو ليلي اتصاب، ولذلك تم تصعيد اللاعب كاسيوس مايلولا علشان يكون متواجد مع الفريق الاول، وبالذات مع مدربه الحالي موكوينا في نادي الوداد، ايام طبعا ما كان موجود مع سان داونز، واللاعب ادى اداء ممتاز جدا جدا مع فريق سان داونز. تخيل لاعب صغير زي ده لعب مع سان داونز 32 مباراه على مستوى كل البطولات، احرز خلالهم 16 هدف وصنع خلالهم 5 اهداف، يعني باجمالي مساهمات 21 هدف، بالاضافه كمان ان الاهداف دي كان من ضمنها 6 اهداف من 8 مباريات في بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي البطوله الاكبر في القاره على مستوى الانديه. لاعب مميز جدا، وانضم لمنتخب البافانا بافانا وحجز مكان ليه في التشكيله الاساسيه، بالاضافه ان هو بيلعب في كذا مركز في الملعب، ليفت وينج شغال، رايت وينج شغال، صانع لعب كمان شغال، الولد ما بيشتكيش من اي حاجه، وبيلعب في اي مكان، عفريت بمعنى الكلمه، ويا بخت الوداد بيه. كان عنده تجربه في كندا وما كانتش موفقه بشكل كبير جدا مع نادي تورنتو الكندي، ولكن هو طبعا دلوقتي اتجه لعقد اعاره مع مدربه السابق وهو موكوينا المدير الفني الحالي لفريق الوداد، وطبعا الصفقه دي هتخليه نجم شباك بنسبه كبيره جدا جوه نادي الوداد. اما بقى الصفقه الاخرانيه معانا وهي عبد المنعم بوطويل، وهو احد ناشئين نادي فار الرباط، واللي كان بيلعب في جنوب افريقيا لصالح فريق سان داونز لمده موسمين، وهو انضم حاليا لفريق نادي الوداد البيضاوي المغربي كاحد الصفقات اللي هتكون في الصيف الحالي. صفقه تقيله جدا بمعنى الكلمه، وبيلعب ظهير ايسر شغال، مدافع شغال، ما بيقولش لاي مركز من المراكز بتاعه الدفاع كلمه لا، ولكن رغم ان هو لاعب شاب وطويل واداؤه محترم، ولكنه يعيبه بعض البطء جوه الملعب، ولكن انا متاكد جدا ان هو هيكون احد العناصر الاساسيه اللي هتكون موجوده عند نادي الوداد. الوداد من الاخر كده عمل ماريكاتو هو يعتبر الاقوى في تاريخه، ولكن بما ان انا مشجع اهلاوي، وعدم تواجد الوداد الموسم اللي جاي ده في اي بطوله بينافس فيها النادي الاهلي، ولكنه هيكون متواجد مع النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه المستحدثه من جانب الفيفا سنه 2025. وزي ما انا قلت ان هو مش متواجد مع النادي الاهلي في اي بطوله السنه دي، ولكني بكل امانه اتمنى لنادي الوداد التوفيق في كل ما هو آت خلال مجريات الموسم اللي جاي، ونتقابل ان شاء الله في منافسات قادمه في الموسم بعد القادم. صديقي بقى لو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، ولايك متين لاخوك كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ونشوفك على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.